السلام عليكم ورحمة الله. عاملين يا بنات؟ اخباركم ايه؟ ده الجبير اللي هو بيتحط على الملاية، ده الجبير الهندي، مش الساري الهندي، لا ده الجبير الهندي. هوريكم ازاي هقص الجبير دون بكنارين. ادي كنار اهو، وادي كنار ليه كنارين. فدلوقتي هوريكم ازاي ان انا هقصه هقصه واوصله ببعض. انا دلوقتي معايا 2.5 متر، احنا طبعا بنجيب 3 متر، بس انا عشان خاطر الجبير ده دلوقتي غالي فبقيت اجيب 2.5 متر عشان يقلل في سعر الطقم شويه. هوريكم طبعا بطلع نص للخداديات، وبطلع مترين دي اللي انا بعملهم كرانيش على الملاية. اللي بقى حب يجيب 3 متر بيعمل 2.5 متر، بيبقوا صافي 2.5 متر دول بيبقى للملاية، والنص متر بيبقى للخداديات. وطبعا افهمكم 2.5 متر دون بيجي معانا قطعتين، عشان هي كنارين فبيجي معانا كنارين بطول 2.5 متر، وبنوصلهم ببعض وبنكشكشهم على الملاية. هوريكم دلوقتي انا هوصلهم ازاي. ادي كده زي ما انتم شايفين انا معايا كده كنارين. الكنارين دول زي ما هما كده 2.5 متر، زي ما هما كده 2.5 متر. الاول هقصهم، يعني انا عايزه اقصهم يبقوا اقص منهم شريط طويل، بحط على الملاية كده. هوريلكم صورة الطقم، هوريلكم انا قصدي اول حاجة علشان خاطر اقص الجبير ده. هو معمول كده اهو زي ما هو جاي كده من عند الراجل التاجر. هو معمول كده، الكنارين بتوعه كده بيبقوا مع بعض كده وهو متطبق. فانا هفرده خالص. انا علشان اقصه هفرده خالص. لما افرده بقى خالص هروح عامله ازاي. هروح بعد ما فرده خالص زي ما انتم شايفين انا فردته خالص. فاللي بقى قدامي اللي هو الجزء اللي هو العرض القماش اللي هو 160 160 ده اللي هو العرض القماش. الكنار اهو، ادي من هنا ده كنار اهو من الجنب ده، ومن الجنب التاني الكنار التاني. يبقى انا فردت قدامي، يبقى ادي كنار من اليمادي وكنار من اليمادي عشان هو بكنارين. طب انا هعمل بقيس من عند الحرف ده، بقيس كده من عند الكنار ده، بدخل كده 50 سنتي. عايزه بقص ازاي. بعد ما فردته خالص كده قدامي بقى كنار من هنا وكنار من هنا، هاخد من هنا من عند الحرف من عند الكنار ده وادخل كده. يبقى اخد من هنا وادخل كده كام سنتي؟ 50 سنتي، 50 او 55، علشان خاطر هحطه على الكورنيش. انتوا عارفين احنا بنعمل الكورنيش 50 سنتي. انا بتعامل معاه زي ما بتعامل زي الكورنيش بتاع الملاية بالظبط، اللي هو بيبقى حتتين وبنوصلهم ببعض. ده برضه هيبقى حتتين وبنوصلهم ببعض. باجي من هنا بقيس 50 سنتي او 55 سنتي واقص، واجي برضو من عند الكنار التاني وبقيس 55 سنتي واروح اقصر. فبيتبقى عندي حته في النص. انا طبعا لو حاطه بيتبقى عندي حته في النص. الحته في النص دي بتبقى حوالي 20 سنتي. دي انا باخدها بطول القماش كله، بطول الاربعة المترين اللي انا جايباهم. علشان خاطر دول بوصلهم في الملاية. هوضح بطريقة تانية. انا هنا حطيت الكنار على الكنار بس بالطول بقى مش بالعرض، بالطول. فطبعا لما عملت بالطول كده اداني 4 متر، ان انا جايبه مترين. فانا عملت بالطول. همسك بقى، انا حطيت الكنار اهو على الكنار، قصدي اداني 2.5 متر، لان انا جايبه 2.5 متر، فده هيبقى الطول معايا كله 2.5 متر. ادي الكنار على الكنار، هدخل كده زي ما قلت لكم، هدخل كده كام
55 سنتي. هيبقى هنا وهيتفضل معايا الحتة ايه اللي انتوا شايفينها دي، اللي هي حوالي كده 10 سنتي. طبعا هي مجوز اهي 10 سنتي، فهديني 20 سنتي لما ايه لما افردها. يبقى تاني يبقى انا فردت القماش خالص، وبعدين حطيت الكنار على الكنار. ده معايا الجزء اللي هو اللي عرض القماش اهو. حطيت الكنار على الكنار كده بطول القماش اللي هو 2.5. هاجي بقى كده من هنا اهو، واجي اقيس كده 55 سنتي. هقف مثلا هنا 55 سنتي، يعني اهو انا من الحرف اهو عند الجبير من الحرف هقيس معايا ادي 55 سنتي اهي. هيتبقى 55 سنتي هنا اهو. هيتبقى معايا الجنب ايه الصغير ده اللي هو حوالي 10 سنتي، حوالي كده 10 سنتي. طبعا لما افردها اديني 20 سنتي. دي اللي انا بقى هروح احطها على الايه على حرف الملاية. 20 سنتي هحطهم على حرف الملاية كده، وهعلم طبعا علامة واقص. يعني ابتدي بقى ان انا ايه اقص كده من عند 55 سنتي كده واقص. ابتدي كده اخد العلامة بتاعتي من هنا كده، اخد علامة كده واقص، وامشي كده ايه واقص كده لغاية ما اخلص 2.5 اللي معايا. ده بعملها اول حاجة قبل ما اطلع الخداديات، يعني قبل، عشان انا عايزة شريط طويل. شريط طويل 2.5. فهفردها خالص زي ما قلت، وهتنيها احط الجبير على احط الكنار على الكنار، واخد 55 سنتي واعلم علامات واقص لغاية ما اخلص 2.5 بتوعي. هقصهم برضو واوريهم. ادي الشريط الطويل اهو اللي انا قلتلكوا عليه اهو، حتى هو لسه متني اهو. ده يبقى شريط طوله 2.5. يبقى شريط معايا طوله 2.5، والعرض بتاعه هاجي افتحها كده، هاجي افتحه هيدينا 20 سنتي. حوالي 20 سنتي. ده اللي انا هحطه على حرف الملاية. هوريكم برضو انا هحطه ازاي. انا قصيت الشريط ده الاول، بعد بقى مش انا قصيت الشريط ده بطول القماش بطول 2.5 متر. بطلع بقى ايه بطلع الخداديات ازاي. هوريكم برضو بطلع الخداديات ازاي. انا الكنار عندي اهو لسه زي ما هو. اهو كده بعد ما قصيت الشريط اللي انا قلتلكوا عليه كده، بقى عايزه اطلع الخداديه. دول معايا 2 اهو. عايزه اطلع الخداديه. احنا خلاص احنا قصينا دون 55. عايزه اطلع الخداديه. هطلع بقى ايه هطلع نص متر. هطلع الخداديه 50 سنتي. فهمشي من هنا من عندي الكنار كده 50 سنتي كده، واروح قص. هيديني طبعا هيديني خداديتين اهو. هقص من هنا من عند الكنار، اقص 50 سنتي. انا زودت خليها 55 سنتي. انا جبت اهو قصيت 55 سنتي بتوع الخدادية كده. هيديني 2 لوش خداديتين اهو زي ما شايفين. ادي معايا ادي واحدة وادي التانية. انا دلوقتي اهو حطيتها على الخدادية اهو. بص انا مرضتش احطها من عند الحرف خالص. يعني انا مرضتش ان انا احطها كده من عند الحرف. حبيت ان انا ادخلها جوه شويه بحيث لما اجي اخيط التاني الوش الظهر يبقى عندي ده كده ظاهر، مدخلوش في الخياطه. لو انا جبت الجبير ده هنا على الحرف هنا كده هيدخل معايا كده في الخياطه.
كان هيدخل في الخياطة فهيتدرى الشكل الكبير اللي انا عاجبني، او اللي هو الشكل اللي هو اللي عامل كده، فعشان كده اخرت ورا شويه اهو. انا عامله بدبابيس طبعا عشان ما يتحركش، وهروح ايه مخيطاه بقى كله. هاجي بقى من هنا عشان انا مش عامله طبعا الخداديه كلها عشان انا واخده نص متر بس. هاجي من هنا ممكن احط له بقى ايه، احط له اي كبيره هنا. وانا جبت الفل ده اهو، احطه هنا كده على الحرف. انا عندي اللون الكشميري ده، عندي الابيض، فما انا محتاره احط الكشميري ولا احط الابيض. انا حاسه ان الكشميري طبعا احسن، بس هو حاسه غامق، بس انا حاسه ان هو اشيك. الابيض هيبقى فاتح قوي يعني، بس الابيض معايا. بس لما حطيت الابيض حاسه ان الكشميري كان احلى. اشيل الابيض واحط الكشميري. بص كده الكشميري احلى. طبعا الخدادية هيبقى ده شكلها، هتبقى كده وايه من على حرف. اه فعلا الكشميري هنا اجمل. دي كده الخدادية. دي الشريطة اللي احنا قلنا اما نفردها كده هتبقى 20 سنتي اهي. انا كده حطيتها ايه كده على الملاية، هتبقى كده 20 سنتي. طبعا بنعمل لها ايه، بنحط لها برضو، بحط لها الفل ده كده على الحروف على الجنبين عشان برضو تدي ايه شكل حلو. هروح حاطه الفل ده على الحروف من هنا ومن هنا اهو. هيبقى ده شكلها. انا بسيب هنا قد 15 سنتي المسافة دي، 15 سنتي كده حلو. المسافة دي 15 سنتي كده حلو. وبروح حاطه الجبيرة دي وبروح عامله لها الفل ده، فطبعا بيدي شكل حلو. اوريكم بقى التركايه اللي انا بعملها للكورنيش علشان اخلي الجبير الهندي منفوش، ما خلوش نازل يعني. انا ما رضيتش، ما حبيتش ان انا اوصل الجبير مع ده. ما كان ممكن الاتنين اخيطهم مع بعض واكشكشهم مع بعض وبعدين اوصلهم في الملاية. انا ما بحبش اعمل الخطوه دي عشان ما يبقاش نازل كده حته واحده. انا بحب ان هو بومبي شويه كده. هوريكم بقى انا بعمل ازاي الكورنيش اللي هو بعمله واخليه ازاي يبقى منفوش كده. انا هنا ادي وش الجبير اهو. لا انا عايزاه على ظهره، هيبقى الوش ده على وش الملاية، يبقى الوش على الوش كده. حطيت الوش على الوش عشان لما اجي اخيطه واقلب الكورنيش مش همشي على الخط ده بالظبط. لا انا عايزه اخش جوه شويه، يعني اخش حوالي سنتي كده او 2 ماشي. وابتدي بقى ان انا ايه، ان انا اكرمش كده هو حوالي سنتي كده او 2. بعد واكرمش كده وانا ماشيه بقى، واكرمش كده وانا ماشيه كده. انتوا شايفين كده بيبقى فيه هنا او في هنا ايه، في هنا مسافه. ببتدي امشي بقى كده اكرنش كده، اعمل الكورنيش بتاعتي الكسر بتاعتي. ادي اعمل كده كسر لغايه ما اخلص الايه المترين اللي معايا يعني. واحاول ان انا اخلي الكسر اكتر تبقى في النص واخيطها. بعد بقى ما اخيطها بروح قلبه اهو كده. انا ركبت الكورنيش قلبته. طبعا احنا كنا عاملينه ايه، عاملين الوش على الوش كده، وعملنا الكسر وخيطنا كده مشينا على الخياط. رحت طبعا كده قلباه، نزلته بقى كده. بصوا زي ما انتم شايفين دي بقى الايه. بصوا هنا علشان انا رجعت لورا شويه زي ما قلت لكم،
ما عملتوش على نفس الكورنيش اللي هو القديم ده. انا ما عملتوش على نفس ده، لا انا رجعت ورا شويه وعملت كده، قلبت. بصي القلبه دي بقى بتديه ايه، كانه منفوخ شويه، بومبي كده شويه. ده كده شكله النهائي. بس ما شاء الله جميل ازاي. طبعا انا كده بوريكم كده ايه يعني، لسه لما يتخيط ان شاء الله اوريلكم هو متخيط. بس هو ما شاء الله تحفه. بص منفوخ ازاي. دي بقى اللي انا ايه كنت عايزه افهمه لكم. التركايه دي بتدي نفخه كده حلوه. طبعا انا بعمله بكشكشه اكتر من كده، بس عشان انا عاملاه دبابيس بس كده عشان اوريه لكم. وده هيبقى شكله. والملاية من فوق هيبقى فيها الخط ده بصراحة تحفة. ان شاء الله لما اجي اقفلها باذن الله اوريها لكم. وفي فيديو تاني ان شاء الله لطريقة القص الملاية. آه، لو ما تنسيش، لو عجبك الفيديو تشتركي في القناة وتفعلي الجرس، وان شاء الله يوصلك كل جديد مني باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.